ملي فكرت نزور مدينة بني ملال ما كنتش متوقع بلي اني غنلقى هاد الجمال هذا اللي كاين في هاد المدينة الرائعة. الوجهة ديالي هاد المرة كانت مدينة بني ملال، وفي الطريق شفنا بزاف ديال المناظر الخلابة والرائعة. الحمد لله بعد التساقطات اللي شهدتها بلادنا المناظر كانت زوينة بزاف، والحقول والجبال كلها مغطاة باللون الأخضر. أنا درت واحد استراحة ديال القهوة، استراحة خفيفة، وطبعا استمتعوا معايا بالمنظر الخلاب. هنايا وصلت لمدينة بني ملال، طبعا بغيت نبارطاجي معكم ونشارككم الفيو ديال الفندق اللي حجزناه. الفندق كان رائع، الا بغيتو معلومات اكثر عليه وراسلوني ونقدر نصيفط لكم المعلومات ديالو. بعد ما ارتحينا غدا ليه مشينا لاول وجهة عندنا في مدينة بني ملال اللي هي عين اسردون. هاد المدارة والحديقة اللي مبنية فوق عين اسردون كتمتاز بالتصميم الاندلسي في بناية الحدائق، زد عليها ان هذا مجرى العين يتدفق منذ سنين. طبعا الحديقة غتلقاو فيها محلات اللي يقدروا يبيعوا لكم اكسسوارات وحتى سوفونير تقدروا تاخذوهم معكم من المدينة. عين اسردون عنده واحد القصة خيالية أسطورية، اللي كيعرفها بغيتو يكتبها ليا في التعليقات. ما تنساوش ديروا فولو ولايك، ونشوفكم في الريل الجاي. سلام.